السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. اليوم عنا واحد الموضوع مهم بزاف في تعلم الآلة. غادي ندخلوا لقلب واحد من أشهر الخوارزميات، اللوجيستيك ريجريشن. غادي نفهموا مزيان كيفاش خدام وكيفاش كيعاوننا نفرقوا بين الحوايج، أولا كيف ما كنسميو الكلاسيفيكيشن. يلا على بركة الله نبداو. الخريطة ديالنا لهاد الشرح واضحة، عندنا 6 ديال المحطات أساسية. أول حاجة غادي نحطوا الأساسيات ونشوفوا الفرق بين regression و classification. من بعد غادي ندخلوا للمعقول ونشوفوا كيفاش اللوجيستيك regression كيخدم بحال شي ماكينة ديال الاحتمالات. طبعا خاصنا نعرفوا كيفاش نقيموا الخدمة ديالو، يعني evaluation، وغادي نشوفوا حتى خطوات العمل من الألف إلى الياء. وباش هادشي ما يبقاش غير هضرة، غادي نطبقوه على المثال المشهور ديال سفينة تايتانيك. وفي الاخر غادي نجمعوا لكم اهم النصائح والاخطاء اللي خاصنا نتجنبوها. يلا مستعدين ننطلقوا؟ إذن المحطة الأولى ديالنا الأساسيات. هنا فين غادي نفرقوا بين جوج عوالم مختلفة، عالم توقع الأرقام اللي هو الريجريشن وعالم تصنيف الفئات يعني الكلاسيفيكيشن. الهدف ديالنا من هذا الجزء بسيط، نخرجوا منه فاهمين مزيان علاش اللوجيستيك ريجريشن وخصميته فيها ريجريشن هو في الحقيقة ديال الكلاسيفيكيشن، وغادي نفهموا حتى كيفاش نقراو دوك الاحتمالات اللي كيعطينا. وقبل ما نزيدوا يلا نربطوا هادشي مع داكشي اللي شفناه قبل. ياك عاقلين؟ دوينا على مسار العمل كامل في تعلم الآلة، دوينا على أهمية استكشاف البيانات، وشفنا اللينير ريجريشن اللي كيتوقع لنا قيم عددية مستمرة. اليوم غادي نديروا واحد القفزة كبيرة وغادي ننتقلوا لنوع آخر تماما من المشاكل اللي هو الكلاسيفيكيشن. إذن شنو هو الفرق الجوهري بيناتهم؟ شوفوا، القضية بسيطة. فللريجريشن كنتوقعوا شي رقم مستمر، مثلا الثمن ديال شي دار اللي ممكن يكون أي قيمة. ولكن في الكلاسيفيكيشن كنتوقعوا فئة محددة، يعني ليبل، مثلا واش هاد الإيميل سبام ولا ماشي سبام. الجواب كيكون يا هادي يا هادي، ما كاينش حل وسط. وبطبيعة الحال هاد الاختلاف الكبير كيخلينا نستعملوا طرق تقييم مختلفة تماما لكل واحد فيهم. واضح الفرق دابا؟ وهنا الله يخليكم ركزوا معايا على هاد النقطة، حيت مهمة بزاف وبزاف ديال الناس كيتلفوا فيها. وخاصمية ديالو فيها كلمة regression. logistic regression هو خوارزمية ديال classification ماشي regression. صافي، هاد السمية جات غير حيت الأساس الرياضي ديالو كيشبه شوية للlinear regression، ولكن الهدف ديالو النهائي هو يصنف ماشي يتوقع رقم. هادي خاصها تبقى لاصقة في البال. مزيان، إذن فين كنقدروا نخدموا به؟ اللوجيستيك ريجريشن كيبري بزاف في المشاكل اللي فيها جوج ديال الاختيارات، خصوصا فاش كيهمنا نعرفوا نسبة الاحتمال. بحالاش مثلا باش نعرفوا واش شي ايميل سبام، او في البنكه باش يكشفوا على عمليات الاحتيال، في الطب باش يشخصوا الامراض واش المريض مصاب ولا لا، وحتى في الشركات باش يعرفوا واش شي كليان غادي يبقى معاهم ولا غادي يمشي. كلها مشاكل جوابها واضح، يا يا لا. صافي، دابا حطينا الأساسيات وفهمنا الصورة الكبيرة. يلا ندوزوا للقسم الثاني وندخلوا القلب المفاعل. غادي نشوفوا الميكانيزم الداخلي ديال هاد الخوارزمية، كيفاش بصح كتشد البيانات وكتحولها لقرار. شنو السر ورا هاد الآلة ديال الاحتمالات؟ العملية في الحقيقة بسيطة وكتمر من 3 ديال المراحل. المرحلة الأولى كنجمعوا المدخلات بطريقة خطية، تقريبا بحال كيف كنا كنديروا في اللينير ريجريشن. المرحلة الثانية ديك النتيجة اللي خرجت لينا كندوزوها في واحد الفلتر السحري سميتو السيغمويد فانكشن. الخدمة ديالو هي يشد أي رقم كيف ما كان ويحصرو بين 0 و 1. وفي المرحلة الأخيرة ديك القيمة اللي خرجت هي بالضبط الاحتمال اللي كنقلبوا عليه. بسيطة ياك؟ إذن شنو هي هاد سيغمويد فانكشن بالضبط؟ نقدر نقولوا هي القلب النابض ديال اللوجيستيك ريجريشن. هي واحد الدالة رياضية الشكل ديالها كيشبه الحرف اس، والدور ديالها واخا يبان بسيط راه قوي بزاف. كتشد أي رقم سواء كان موجب كبير ولا سالب صغير وكتضغطو باش يولي محصور بين 0 و 1. وهاد العملية هي اللي كتعطينا نتيجة نقدروا نفسروها كاحتمال أو probability. وهذه هي المعادلة الكاملة اللي كتجمع هاد الشي كامل. هاد بي اللي إيغريك يساوي 1 على إكس اللي على اليسار هي السؤال اللي كنطرحه. شنو هو الاحتمال باش تكون النتيجة ديالنا هي الفئة 1 بمعرفة هاد المدخلات إكس؟ والجواب كاين في الجهة الأخرى. داك الجمع الخطي زد اللي حسبنا في الأول كندخلوه في دالة سيغمويد، وهي كتعطينا النتيجة النهائية واحد الرقم بين 0 و 1 اللي هو الاحتمال اللي كنقلبوا عليه. مزيان، دابا عندنا احتمال في يدينا، كيفاش غادي نحولوه لقرار؟
القاعدة اللي كنبداو بها القاعدة الافتراضية سهلة. إذا كان الاحتمال كبر من أو يساوي 0.5 كنقولوا هذه الفئة 1. إذا كان صغر كنقولوا الفئة 0. ولكن وهنا فين كاين السر، هاد 0.5 ماشي شي حاجة مقدسة وما خاصهاش تبدل، هي غير نقطة انطلاق، وغادي نشوفوا من بعد علاش في بزاف ديال الحالات خاصنا ضروري نبدلوها على حسب المشكل اللي عندنا. وهاد الفكرة ديال تبدل 0.5 كتدخلنا مباشرة لواحد الموضوع اللي هو مهم بزاف، تقييم النموذج أو الإيفالويشن. حيت إلا كنا غادي نبدلو هاد العتبة خاصنا شي طريقة باش نعرفو شنو هي أحسن قيمة. فالكلاسيفيكيشن عمرنا نقدروا نعتمدو على مقياس واحد، ضروري خاصنا نشوفو الصورة كاملة من زوايا مختلفة باش نحكموا على النموذج ديالنا واش بصح خدام مزيان. عندنا واحد صندوق ديال الأدوات فيه بزاف ديال المقاييس، وكل واحد فيهم كيعاود لنا قصة مختلفة. عندنا الأكوريسي اللي هو شحال جبنا من توقع صحيح في التوتال. البريسيجن كيجاوب على سؤال الثقة، إلا كان الموديل هذه حالة إيجابية شحال نقدروا نثقوا فيه. من جهة أخرى الويكول كيجاوب على سؤال الشمولية، من كاع الحالات الإيجابية اللي كاينين بصح شحال قدر الموديل يلقى منهم. الF1 سكور كيحاول يدير توازن بين هاد الجوج. وكاين حتى ROC AUC اللي كيعطينا فكرة عامة على قوة النموذج بغض النظر على الثريشولد اللي اختارينا. وهاد المقاييس كلها منين كتجي؟ كلها كتجي من هاد الجدول اللي سميتو الكونفيوجن ماتريكس، وهو بحال شي تقرير كيورينا فين الموديل جابها صحيحة وفين غلط. عندنا true positives و true negatives، هادو هما الأجوبة الصحيحة، ولكن اللي كيهمنا أكتر هو نفهموا الأخطاء. الفالس positives يعني فاش كيسوني الإنذار بالغلط، والفالس negatives اللي هي المصيبة الكبيرة فاش كتكون شي حاجة مهمة والموديل ما كيشوفهاش. هاد جوج خانات هما اللي فيهم الخدمة. إذا نرجعوا لديك الفكرة، علاش قلنا في الأول أن الأكيوراسي واخا هو أشهر مقياس يقدر يكون خادع بزاف؟ علاش ما نقدروش نعتمدوا عليه بوحده؟ الجواب كاين في واحد المشكل اللي كنلقاوه تقريبا ديما في البيانات ديال بصح. تخيلوا معي خدامين على سيستم كيكشف الاحتيال في البطاقات البنكية. في الواقع شنو كنلقاو أن 95% ديال المعاملات عادية جدا، وفقط 5% قليلة هي اللي فيها احتيال. هاد الحالة كنسميوها imbalance data، يعني البيانات ماشي متوازنة، عندنا فئة كتغلب على الأخرى بزاف. دابا شوفوا معايا هاد المفارقة. تخيلوا بنينا واحد الموديل غبي كل شيء عنده معاملة عادية، ما عمرو كيقول احتيال. شحال غتكون الأكريسي ديالو؟ غادي تكون 95%. واو، رقم كيبان خرافي، ولكن في الواقع هاد الموديل ما عنده حتى شي قيمة، حيت الهدف ديالنا اللي هو نلقاو ديك 5% ديال الاحتيال ما لقاش منها والو. هذه هي الخطورة ديال الأكريسي فاش كتكون البيانات imbalanced. إذن كيفاش نتعاملوا مع هذا المشكل؟ كاينين حلول. أولاً كننساو الأكيورسي شوية وكنركزوا على مقاييس أخرى بحال الريكول والF1 سكور. ثانياً نقدروا نستعملوا تقنية سميتها الكلاس ويتنج، بحال إلا كنقولوا للموديل الله يخليك هاد الفئة القليلة راها مهمة، أعطيها اهتمام كتر. ثالثاً كنرجعوا لديك الفكرة ديال تعديل الديسيجن ثريشولد، وكاين حتى تقنيات أخرى بحال الريسامبلينج اللي كتحاول توازن لنا البيانات قبل التدريب. تعديل الثريشولد هو بحال إلا كتلعب في واحد الميزان حساس. إلا هبطت الثريشولد مثلا 0.3 كتقول لي حساس كتر وكتزيد في الريكول، يعني كتصيد الحالات الإيجابية كتر، ولكن الثمن هو أنك كتزيد حتى في الإنذارات الكاذبة. هادشي مزيان مثلا في تشخيص الأمراض، من الأحسن تشك في شي واحد هو ما مريضش على أنك تقول لشي واحد مريض راه ما عندك والو. والعكس، إلا طلعتي الثريشولد كتزيد في البريسيجن وكتنقص من الإنذارات الكاذبة. هادشي مزيان في الفلترة ديال السبام باش ما يمشيش ليك شي إيميل مهم بالغلط. إذن كل مشكل والثريشولد ديالو. ممتاز، دابا ولينا كنعرفوا كيفاش الموديل خدام وكيفاش نقيموه، ولكن كيفاش نطبقوا هادشي بطريقة منظمة؟ يلا ندوزوا للقسم الرابع ونشوفوا مسار العمل، الخطوات اللي خاصنا نتبعوا باش نبنيو موديل ديال بصح. الاستراتيجية اللي كنقترح فيها 5 ديال الخطوات. أولاً ديما كنبداو بواحد النموذج بسيط كنسميوه البيسلاين موديل. ثانياً كنضيفوا الريجولاريزيشن اللي هي واحد تقنية مهمة باش نحاربوا الأوفرفيتنج، يعني باش الموديل ما يحفظش لنا البيانات. ثالثاً كنقارنوا الأداء ديال النماذج ديالنا باستعمال المقاييس المختلفة اللي شفنا. رابعاً كنختاروا الموديل اللي عجبنا وكنلعبوا على الثريشولد ديالو باش نلقاو أحسن توازن. وخامساً وهذه هي المرحلة الأخيرة والمهمة، كنديروا التقييم النهائي على التيست سيت، دوك البيانات اللي الموديل ديالنا عمره ما شافهم.
وباش هادشي كامل ما يبقاش غير نظري، ما كاين ما أحسن من أننا نطبقوه على واحد المثال اللي هو كلاسيكي في تعلم الآلة، البيانات ديال الناجين من كارثة سفينة تايتانيك. الهدف هنا ظاهرياً بسيط، بغينا نتوقعوا واش واحد المسافر غادي ينجا ولا لا، يعني تصنيف بين 0 و1، وعندنا عليه معلومات بحال العمر ديالو، الجنس، الطبقة اللي سافر فيها وغيرها. ولكن هنا فين كيبداو التحديات ديال بصح، كنلقاو قيم ناقصة، كنلقاو بيانات مخلطة بين أرقام ونصوص، وحتى الهدف ديالنا فيه شوية ديال عدم التوازن، يعني مشكل حقيقي. إذن المهام المطلوبة هنا هي نطبقوا ديك الاستراتيجية اللي شفنا قبل، يعني نديروا استكشاف للبيانات، نبنيو بايبلاين ديال المعالجة اللي فيه الامبيوتيشن والسكيلينج والانكودينج، من بعد ندربوا نماذج مختلفة بالريجولاريزيشن، نقارنوا بيناتهم بالمقاييس الصحيحة، نختاروا الثريشولد المناسب، وفي الأخير نكتبوا واحد الموديل كارد اللي كتلخصوا لينا كل شيء على النموذج النهائي ديالنا. وهكذا وصلنا للمحطة الأخيرة ديالنا. هنا غادي نجمعوا كل شيء، غادي نركزوا على الحكمة المكتسبة من هاد الشيء كامل، الأغلاط اللي خاصنا نردوا منها البال، والخلاصات اللي خاصة تبقى معانا ديما. شوفوا، كاينين شي أغلاط شائعة اللي بصح تقدر تقتل لنا المشروع كامل، حضيو راسكم منهم. أولاً، تعتمدوا على الأكيورسي فاش تكون البيانات imbalanced، خطأ قاتل. ثانياً، تنساو ما ديروا سكيلينج قبل ما تطبقوا الريجولاريزيشن. ثالثاً، وهذه خطيرة، ديروا المعالجة ديال البيانات كاملة عاد تقسموها لترين وتيست، هادشي سميتو داتا ليكج. ورابعاً، تبقاو خدامين بالثريشولد الافتراضي ديال 0.5 وكأن شي حاجة موقعت، لا، خاصو يتعدل. إذن إلا بغينا نلخصوا كل شيء في هاد 4 ديال الأفكار الرئيسية، شنو نقولوا؟ أولاً، عقلوا ديما أن اللوجيستيك ريجريشن كيعطينا احتمالات، والقرار كيبقى ديالنا باستعمال الثريشولد. ثانياً، داك الثريشولد ديال 0.5 هو غير نقطة انطلاق، ماشي نقطة وصول، ضروري خاصو يتضبط. ثالثاً، نساو الأكيورسي شوية وخدموا بمقاييس أحسن بحال F1 سكور والريكول. ورابعاً وأخيراً، الخدمة بالبايبلاينز والريجولاريزيشن ماشي رفاهية، هي ضرورية باش يكون الشغل نقي ونتجنبوا الأوفرفيتينغ. وهكذا كنكونوا درنا جولة كاملة على عالم اللوجيستيك ريجريشن، ولكن الرحلة ديالنا ما زالت مسالات. فالمرة الجاية غادي نخليو هاد الحدود الخطية وغادي ننتقلوا لواحد الخوارزمية اللي كتفكر بطريقة مختلفة تماماً عن طريق طرح سلسلة من الأسئلة. غادي ندويو على أشجار القرار أو decision trees. شكراً بزاف على المتابعة ديالكم، ونتلاقاو في الشرح الجاي إن شاء الله.